كتكون سمور ودراويش. هذا فيه سكيوان دابا فيها سباب الصداع ديال الخدمة وملي كدور من هادي شي وحدين. غادي نحتاج هنا نص كيلو ديال الدقيق، خميره ديال الحلوى، هنايا صفار بيضه، غادي نحتاج معلقه ديال الخل، معلقه كبيره ديال النافع، ونص كاس ديال الجوجلان، وكاس مع مرش ديال الزبده. صافي هادو هما. وغادي ندير شويه ديال القرفه. اول حاجه غادي نبسس العجينه بالزبده، غادي نضيف النواشف، قرفه، صافي. هنا غادي ندير 2 معالق كبار ديال الخل، صفار بيضه. صافي غادي نجمع العجينه بالماء ديال الزهر. نسيت يا ما ديروا ملون غذائي يا ما ديروا زعفران شعره. انا هنا جبت زعفران شعره. دابا غادي نكمل الماء العادي.
صافي هنايا ملي جمعنا العجينه، هذا هو القوام ديال العجينه، ما كيكونش قاصح وما كيكونش رطب. قطعت العجينه بالزيت، قطعتها كويرات صغيورين، نتوما على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما تقطعوه. كما كتشوفوا هنايا غادي نسرح الكويرات هكا بالعجينه، كتسرحوها هكا مزيان حتى كترقوها يعني مزيان مزيان. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يعمروا هاد المسمنات باللوز، كديروا العقده د اللوز عادي بحال غديروا الكعك، كديروا كره في الوسط وكتسدوها. انايا فضلت اني نديرها هكا عاديه، كتجي زوينه وكتجي بنينه ومقرمشه. صافي غادي نديرها بحال هكا، كنسرح مزيان حتى كيبان ليا سطح العمل. صافي وكندهنها مزيان بالزيت وكنطوي عادي بحال كديروا مسيمنه صغيره. غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل الكويرات اللي عندي كاملين. صافي هكا هذه هي المسمنه ديالنا. غادي ناخذ كويره اخرى ونسرحها بنفس الطريقه. من بعد ما كملت الكويرات كاملين خليتهم ارتاحوا، والزيت كنخليه يسخن مزيان. هنا غنجرب نحط السمنه الاولى. مازال ما سخن مزيان الزيت، خاصو حتى يسخن مزيان، يعني بنفس الطريقه بحال غادي طيبوا الشباكيه. غادي نبقى نضغط ضغطه صغيره هكا قليل، يعني ماشي غادي نرققهم بزاف حتى يوليو رقاق بزاف. صافي كنضغط عليهم هكا ضغطه خفيفه بحال هكا كما كتشوفوا. مسمنات صغيورين كيجيو زوينين وحلوين هكا، كيجيو يعني بنان في العيد. الله يحل ايامكم يا ربي وعيد مبارك سعيد. كما كتشوفوا هنايا الزيت من بعد ما سخن صافي كنبقى ناخذ الزيت وكنخويه على المسمنه حتى كتنفخ وكتورق من الداخل كما كتشوف بحال هكا. هذه هي الطريقه، وبنفس الطريقه لجميع الكويرات، يعني هاد المسمنات كاملين. صافي كنبدا نحط وحده بوحده وكنبقى نخوي عليهم. ملي تبدا تطلع المسمنه عاد كنبقى ناخذ الزيت وكنخوي عليها من الفوق باش كتبدا تشد راسها وفي نفس الوقت كتنفخ ليا. وكما كتشوفوا ها نتوما اللون ديالها كيتبدل وكيبيض، كيبدا يبيض تما فين كيبدا كتبدا المسمنه كتنفخ. ها نتوما هنايا ملي تنفخات صافي كنقلبها على الوجه ديالها الاخر. غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل المسمنات اللي عندي كاملين. في هذه الاثناء انا وجدت العسل اللي كنت وجدت معكم في فيديوهات سابقه. صافي كنخلي العسل في واحد لابول اللي هي كبيره، والمسمنه اللي كتحمر ليا كنحطها فيها ونخليها واحد شويه بيد ما تشرب العسل. وصافي من بعد غادي ناخذهم نصفيهم ونرش عليهم الجلجلان اللي باغي يرش عليهم اللوز. نتوما على حسب الرغبه، كاين اللي عزيز عليه الجلجلان، كاين اللي عزيز عليه اللوز، كاين اللي عزيز عليه خليهم بحال هكاك. انا رشيت عليهم الجلجلان كيجيو رائعين، كيجيو مقرمشين وبنين.
في هذا الاثناء الرغيفه اللي كتحمر راني كنحطها في لابول ديال العسل، كنخليها حتى كتحمر وكنرشهم بالجنجلان. المهم انايا ما صورتش معكم التسال وداكشي، المهم هو يعني شي حاجه اللي هي باينه. المسمنه اللي كتحمر كنستقطرها وكنحطها في لابول ديال العسل، كنخليها حتى القليه الثانيه، حتى كندير القليه الثانيه وعاد كنصفيهم وكنحطهم في الصفايه ولا في الكسكاس. وبهذا الشكل كانت هذه هي النتيجه ديال المسمنات ديالنا، كيجيو رائعين، كيجيو مقرمشين وبنان، كيجيو ولا اروع. صراحه كيف ما كتشوفوا كيجيو منفوخين بهذا الشكل. وعيدكم مبارك سعيد، والى اللقاء الى فيديوهات اخرى ان شاء الله.